دي معجزه لنادي الزمالك، مفيش نادي بيمر بكل المصايب دي وبياخد بطوله. اقسم بالله انا اهلاوي وكنت بشجع الزمالك من قلبي. رسميا الزمالك بطلا لكاس الكونفدراليه. الف مليون مبروك لنادي الزمالك وجماهيره. دي مش مجرد بطوله عاديه لنادي الزمالك، دي حاجه اشبه بالاعجاز، وهقول لك ليه دلوقتي. فريق مليان مشاكل اداريه ومشاكل فنيه ومشاكل ماليه. يا راجل ده مغير 3 مدربين خلال البطوله، يعني في عرف الكوره زيرو استقرار. اقاله رئيس النادي ماشي، ايقاف القيد عن النادي برضه ماشي، بيع اهم لاعبي الفريق ماشي، اشتري لعيبه مش على قدر نادي الزمالك برضه ماشي. بعد كل ده بقى تاخد بطوله قاريه زي الكونفدراليه؟ يبقى دي المعجزه حرفيا. ده غير بقى الجمهور اللي انا مسميه الشقيان، جمهور شاف كل الصعب، شاف ايام ما يعلم بها الا ربنا، وبرضه وفي وبيشجع نادي الزمالك من قلبه. جمهور نام في الشارع قدام الاستاد من بالليل علشان يدخل المدرج ويشجع، وقاعد من صباحيه ربنا في الحر ده. مفيش جمال كده الصراحه. كل الحب والتقدير والاحترام لجمهور نادي الزمالك. هسالك سؤال بقى يا ابو الكباتن وتجاوبني بصراحه، هتشجع النادي الاهلي ضد الترجي